السلام عليكم اعزائي المشاهدين متتبعي قناه رشيده بازل. كيف العاده نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اليوم ان شاء الله من ضمن الكيكات اللي كندير كنقترح عليكم هذه الكيكه بالجزر والعين الجمال او القرقاع او كل بلد وشنو كيقول لي. كيكه رائعه وزوينه غنيه مفيده جدا وصحيه 100% وكتجي معلكه وزوينه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشجعوني، تخليو لي كومونتيرات زوينين وتفعلوا الجرس اللي ما يفعلوش فضلا وليس امرا. يلا نقول للاصدقاء الجدد اللي تابوناو عندي في القناه مرحبا والف الف مرحبا وشكرا بزاف بزاف بزاف. يلا اليكم المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. المقادير اللي غادي نستعملوا في هذه الكيكه هما هادو كالتالي. عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق، طبعا واحد 15 غرام ديال بيكن باودر، كيس ديال الفاني، عندي هنا 160 مليلتر ديال الحليب، هنايا عندي هنا 200 مليلتر ديال الزيت، 100 غرام ديال اللوز ديال القرقاع او الجوز اللي حمرته شويه في المقله وطحنته، عندي 200 غرام ديال السكر، عندي هنايا عاوتاني درت 3 الجزرايات اللي حكيتهم وعطاوني هذا الكاس هذا كيف ما كتلاحظوا نفس الكاس اللي كنعبر به. عندي هنا واحد الملعقه صغيره ديال القرفه، رشه ملح، 4 البيضات. نبداو على بركه الله نوجدوا في الخليط ديالنا. نجيبوا واحد البول نديروا البيض هو الاول، بسم الله. نصبوا الكاس هذا ديال الكيس ديال الفاني، السكر والمليحه، نضربوا الخليط ديالنا. ها الخليط ديالنا شوفوا كيفاش تفاعل. دابا غادي نضيفوا الزيت ونضيف الحليب ونضربوا الخليط عاوتاني. دابا غادي نجيو للنواشف. بسم الله. نضيفوا داك القرقاع ونخلطوا، الجزر، نضيفوا القرفه، كتجي رائعه بهذا المذاق ديال القرفه والقرقاع والجزر، كتجي رائعه بمعنى الكلمه. الا قلنا رائعه رائعه. دابا غادي نضيفوا السكر داك الطحين والخماره اللي عندنا ديالتنا. انا راني عارفه القياس ديالها ديجا، مع يعني صايباها وعارفه بانها كترفد لينا هذا القياس ديال 250 غرام ديال الطحين. نخلطوا الخليط ديالنا. هذا هو الخليط، هذا هو القوام ديالو، هكا كيجي ثقيل شويه. في هذا الاثناء انا غادي نشعل الفرن على درجه الحراره 180 من الفوق ومن التحت. انا عندي هنا واحد هاد المول اللي فرشت ليه ورق الزبده
ورشيته من الجناب بالبرودوي ديال الكيك ديال المولات، خاص بالمولات ديال الحلويات بدل الزبده والطحين. واللي عنده الزبده والطحين يديروهم، راه هما يعني هذا الشيء هو باش كنا كنخدموا في الاول، غير ملي ولا هذا البرودوي حنا كنستعملوه حتى هو. ما الاكثريه انا كنستعمل في الكيكات ديالي غير الزبده والطحين وصافي. صافي دابا ندخلوا الكيكه ديالتنا طيب. ها هي دابا في هذه الاثناء اللي الكيكه ديالتنا كطيب، انا خديت هنا واحد 200 مليلتر ديال الكريمه الخفق. انا خويتها هنا ما صورتش هنايا. غادي نضيف عليها واحد 2 معالق كبار ديال حليب نستلي، الحليب المحلى مركز. وغادي نطلع الكريمه باش ندخلها للثلاجه تبرد ليا. صافي دابا ها الكريمه ديالتنا شدات، هذا هو القوام ديالها هكا. صافي دابا غادي نشدها وندخلها للثلاجه ونخليها حتى نطلع الكيكه ديالي من الفران. ها الكيكه ديالتنا بعد ما طابت، ها هي انا حيدتها من الفران. غادي نشدها نقطع عليها شويه من هذا الشيء اللي الفوق من هنا باش غادي نقلبها. بسم الله. هادو ما غاديش نرميهم، غنخليهم كندير بهم لي فيغين هكا كيجيو زوينين. صافي دابا غادي نخليها حتى تبرد واحد شوي ونجي معكم للديكوراسيون ديالها ان شاء الله. ها هي دابا بعد ما بردات غادي ناخذ الكريمه اللي صاوبنا قبيله ونديرها ليها في الجناب هنايا. ندير الجناب هما الاولين. بعد ما دابا درت ليها الكريمه في الجناب، دابا انا عندي هنا اللوز كونكاسي اللي محمر. انا دابا هنا خديت شويه ديال السكر كلاصي، ها هو غادي ندير فيه الحليب، غادي ندير ونخلط باش نصايب واحد كلاصاج. تيجي زوين بالحليب. صافي ها هو هاني خدمته دابا مزيان هكا. دابا غادي نشدو وغادي نصبو على الكيكه ديالتنا من الفوق على هذا الشكل هذا. نسرح
صافي ها هي دابا بعد ما درت ليها داك اللوز كونكاسي في جناب بحال هكا، درت ليها الكلاصاج الفوق، زينتها بهذا الشيء، بهذا الديكوراسيون ديال الجزر كيتباعوا عند بائع الحلويات، موجودين ما شاء الله. طبعا حبات ديال الكركاع. هذا هو الشكل ديالها النهائي ديال الكيكه ديالتنا ديال اليوم، كتجي زوينه ورائعه، ونتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني، تخليو لي كومونتيرات زوينين واللايكات ديالكم طبعا ما تنساوهمش فضلا وليس امرا، واللي ما فعلش الجرس يفعلوا. الى اللقاء في فيديو قادم، وصفه جديده باذن الله، والسلام عليكم.